تخيلوا لو كان ممكن نحط استوديو تصوير كامل في الجيب. هذا هو الادعاء الجريء لهاتف أوبو فايند إكس 9 برو. وفي شرحنا اليوم رح نستكشف سوا هل هذا الجهاز قدر فعلا يكسر الحاجز بين الموبايل العادي ومعدات التصوير الاحترافية؟ من أول نظرة يتضح أن هذا مو مجرد تحديث عادي كل سنة، لا، الموضوع أعمق من كذا. كأنهم فكروا من جديد في تصميم الهاتف بالكامل، والهدف كان واضح: المبدعين اللي يبحثون عن أدوات تتجاوز المألوف. وهذا السؤال هو أساس كل شيء. هل هذا موبايل بكاميرا ممتازة؟ ولا كاميرا احترافية تسوي مكالمات بالصدفة؟ يعني هل أوبو نجحت تدمج كاميرا احترافية بجد في موبايل؟ الإجابة على هالسؤال ممكن تغير شكل مستقبل التصوير بالجوالات. طيب، خلينا نبدأ بالأساس، باللوحة الفنية نفسها، التصميم. لأنه بصراحة أي أداة إبداعية عظيمة لازم تبدأ بشكلها وإحساسها باليد. وهنا تبدأ تجربة الإبداعية. الشاشة هذه مصممة تكون لوحة فنية غامرة بكل معنى الكلمة، وعشان يوصلون لها الشيء كان لازم يشيلوا أي شيء ممكن يشتت الانتباه، وأول شيء كان الحواف. 1.15 ملم. ممكن هالرقم يبدو صغير، بس في عالم تصميم الموبايلات هذا إنجاز كبير جدا. معناه أن الصورة توصل تقريبا لحافة الجهاز، وهذا يعطي أكبر مساحة ممكنة للإبداع بدون أي حدود. بس الموضوع أكبر من مجرد حواف رفيعة. تقنية البرو اكس دي ار مع تحديث 120 هرتز، يعني أي تفاعل مع الشاشة بيكون فوري وسلس لدرجة خيالية. سواء كنا نعدل فيديو أو نضبط ألوان صورة، كل شيء بيتحرك بسلاسة ودقة، وهذا شيء أساسي للمحترفين. يعني باختصار النتيجة هي لوحة فنية مثالية، شاشة كبيرة كفاية عشان الشغل الدقيق، وسريع عشان ما تعلق، وسطوعها قوية عشان نقدر نشتغل تحت أي إضاءة، وفوق كل هذا مصمم عشان تحمي العين وقت الشغل الطويل. هذه الأساسيات اللي أتقنوها تماما. بس لحظة، هذه اللوحة الفنية مو ضعيفة أبدا، محمية بأقوى زجاج Gorilla Glass Victus 2، والإطار مصنوع من ألومنيوم الطيارات، وفوقها عندها أعلى معايير مقاومة للماء والغبار. يعني هذا جهاز مو بس للاستوديو، هذا مصمم للعالم الحقيقي وتحدياته. طيب، وش فايدة اللوحة الفنية بدون فرشات؟ الحين وصلنا لقلب الجهاز، تجربة هاسلبلاد. وهذه الشراكة مو مجرد شعار على الجهاز، لا، هي وعد بجودة تصوير احترافية حقيقية. وراء كل صورة مذهلة يوجد هذا التعقيد الهندسي كله. هذا مو مجرد عدسات مجمعة مع بعض، هذا نظام كاميرا متكامل. مهندسو هاسلبلاد نفسهم اشتغلوا عليه وضبطوه بدقة عشان يعطي وضوح وألوان ما إلها مثيل. خلونا نفصل هذا النظام شوي. عندنا كاميرا أساسية قوية مع حساس كبير عشان يجمع أكبر كمية ضوء، وعندنا كاميرا واسعة جدا عشان المناظر الطبيعية. لكن النجم الحقيقي هنا هو كاميرا التليفوتو بدقة 200 ميجا بكسل، وهذا الرقم مو بس للتسويق، هذا ثورة حقيقية في الزوم وتصوير الماكرو. 200 ميجا بكسل، فكروا فيها كذا. نقدر نصور جبل من بعيد وبعدين نقص جزء صغير جدا من الصورة وتضل واضحة ومليانة تفاصيل، أو نقدر نقرب من وردة ونصور تفاصيل حبوب اللقاح اللي عليها. هذا هو مستوى الحرية الإبداعية اللي تعطيه هذه الدقة الخرافية. بس أفضل كاميرا في العالم ما لها قيمة بدون تحكم كامل، وهنا يجي دور وضع الماستر. هذا الوضع يحول واجهة الموبايل للوحة تحكم كاميرا احترافية، ويعطي سيطرة كاملة على كل شيء: الآيزو، سرعة الغالق، التركيز، كل شيء بالضبط مثل كاميرات الDSLR والميرورلس. شوفوا هذه الواجهة، هذه مو مجرد تقليد، هذه تجربة هاسلبلاد الأصلية بكل تفاصيلها، من تصميم الأزرار لحد صوت الغالق الأيقوني. الاهتمام بالتفاصيل هذا هو اللي يعطي إحساس إنه الواحد ماسك كاميرا حقيقية، مو مجرد موبايل. والإمكانيات الاحترافية هذه ما توقف عند الصور بس. تصوير فيديو بجودة 4K دولبي فيجن معناه أن المقاطع اللي تتصور بهذا الجهاز ممكن تندمج بسهولة في مشاريع احترافية جنب لقطات من كاميرات سينما بدون ما نحس بأي فرق في الجودة. كل هذه الكاميرات والبرامج المتقدمة مثل سيارة سباق، بس وش اللي تحت الغطاء؟ هنا لازم نشوف المحرك اللي يشغل كل هذا الاستوديو المتنقل، المكان اللي يجتمع فيه الأداء الخارق مع الذكاء الاصطناعي. في قلب الجهاز عندنا شريحة دايمنسيتي 9500 الجبارة، بس القوة لحالها ما تكفي. محرك الترينيتي انجن الذكي اللي داخل نظام كولر OS 16 يشتغل كأنه مدير ذكي للموارد، بيتأكد أنه أثقل البرامج زي برامج تعديل الفيديو تشتغل بسلاسة تامة حتى لو فتحين 1000 شيء تاني. لكن وش فايدة كل هالقوة إذا الواحد مربوط بسلك الشاحن؟
بالنسبة لأي مبدع عمر البطارية يعني الحرية، وهنا البطارية مصممة تكون هي الأساس اللي يدعم يوم كامل من الشغل والإبداع المتواصل. 7500 ملي أمبير، هذا مو بس رقم كبير، هذا يغير قواعد اللعبة بالكامل، وصار ممكن بفضل تقنية بطارية جديدة. معناه نقدر نطلع ونصور فيديو 4K طول اليوم ونعدله على الموبايل ونشاركه، وكل هذا بدون ما نقلق إن البطارية تخلص. هذه كانت أكبر مشكلة تواجه المبدعين وانحلت. والذكاء هنا مو بس لإدارة الأداء، فكروا بميزة المايند سبيس على أنها المساعد الإبداعي الشخصي. أول ما تيجي فكرة، سواء كانت ملاحظة صوتية، صورة أو حتى نص، هو يلتقطها، يحللها وينظمها بشكل تلقائي، يعني يبسط عملية الإبداع اللي تكون عادة فوضوية، ويحول الأفكار المشتتة لمشاريع مرتبة. طيب، بعد ما شفنا التصميم والكاميرا والقوة، نرجع للسؤال اللي بدينا فيه: هل هذا الجهاز مجرد موبايل متطور ولا هو شيء جديد كلياً؟ والجواب يكمن في طريقة عمل كل هذه العناصر مع بعض. التصميم الفخم يخليه أداة للواحد يستمتع وهو يستخدمها، الكاميرا الاحترافية تعطي الجودة المطلوبة، والأداء الخارق يضمن إن مفيش أي شيء يعيق الإبداع. هذه مو مجرد مواصفات منفصلة، هذا نظام متكامل يحول الجيب فعلا لاستوديو إبداعي. ولما نبدأ نضيف عليه إكسسوارات احترافية مثل محاول الزوم البصري، هذا الخط الفاصل بينه وبين الكاميرا مو بس يصير ضبابي، لا، يختفي تماما. في هذه المرحلة السؤال ما عاد هل هذا موبايل كويس، السؤال صار وش هي حدود هذه الكاميرا. وهذا يخلينا نفكر في سؤال أخير: إذا فيه جهاز واحد يقدر يصور ويعدل ويشارك محتوى بجودة احترافية بدون ما نحتاج كمبيوتر أبدا، وش نسميه؟ كلمة موبايل أو هاتف ذكي يمكن ما عادت كافية لوصفه.